السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة لناشري الفيديوهات على اليوتيوب. فضلا وليس أمرا أخواتي الحبيبات، اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس بالمنظر ده علشان يوصل له كل جديد، فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا في حلقة غير تقليدية بالمرة. حقيقة انا فكرت كتير اقدم لكم الحلقة دي، بس كنت مترددة شوية. قلت طب خلاص هخليها لما القناة توصل ل50,000 مشترك. الحمد لله رب العالمين، وصلنا ل50,000 مشترك بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بدعمكم للقناة. انا هعرفكم النهاردة بنفسي انا مين. انا اسمي، هقول لكم اسمي يعني اللي انا الكنية بتاعتي. انا اسمي ام عبد الله. انا عندي 3 اولاد. انا من مصر، من محافظة اسكندرية. الحقيقة بدأت فكرة ان انا اعمل قناة على اليوتيوب من حوالي 2 سنين. ابتديت اقرا يعني على الموضوع وكده، والحمد لله طبقته من 2 سنين. طبعا في البداية كان الموضوع يعني كنت حقيقة مبسوطة منه وحباه وكده. اليوتيوب التفاعل عليه احيانا بيزيد واحيانا بيقل. فطبعا في الوقت اللي بيكون التفاعل فيه كويس وزيادة، الواحد بيبقى مبسوط جدا وبيبقى فرحان، بقى عنده قوة دفع ان هو يكمل وان هو يقدم المزيد. في الاوقات اللي بتكون فيها يعني المشاهدات مش قوية او التفاعل مش قوي، الواحد بيحس شوية بالاحباط وبيحس ان هو مش عايز يكمل. لكن انا كنت حابة اشكر برضو ناس ربنا سبحانه وتعالى كان بيحطهم في طريقي عشان اكمل. هم على فكرة هم ما طلبوش مني ان انا اقول اسمائهم، وهم ما يعرفوش اصلا انا هقول اسمائهم ولا انا هسجل الفيديو ده. ولكن هم فعلا كانوا بيقدموا لي يعني طاقة ايجابية، وكانوا بيقدموا لي دفعة للامام. الناس دول انا الحقيقة ما اتعرفت عليهم في اليوتيوب، ما اعرفهمش بشكل شخصي. اول حد الحقيقة كان بيشجعني كتير جدا، وكان الحقيقة بيدفعني قدام، وكان بيكتب لي تعليقات حلوة قوي على الفيديوهات. كانت اختي الكريمه العزيزه ام هاجر المصريه. الحقيقه انا ما اعرفهاش بشكل شخصي، ولكن اتعرفت عليها من خلال اليوتيوب. هي الحقيقه انسانه احسبها على خير، يعني بتشجعني باستمرار، ربنا يجعله في ميزان حسناتها. دايما بتكتب لي تعليقات محفزه ومشجعه للامام، فانا من هنا بشكرها جدا. برضو اختي التانية اللي دايما برضو كانت بتسأل عليا يعني دايما على طول، لو اتأخرت شوية تسأل عليا انا رحت فين. جزاها الله خير برضو، ربنا يجعله في ميزان حسناتها. اختي هي كانت اسمها اللي انا عارفاه اتعرفت بيها عليه، اسمها طبعا اسم المستعار اللي هي حطاه عندها على اليوتيوب كان اسمه سنتوفة. انا برضو اخت بحبها في الله جدا، وربنا يجازيها خير عني. الحقيقة دايما بتسأل عليا ودايما بتكتب لي تعليقات ايجابية جدا. من الناس برضو اللي كانت بتحفزني، يعني اما احس ان انا خلاص مش عايزه اكمل او مكسله ان انا اقدم فيديوهات، كان الحقيقه انا كنت لا بتشجع وبقول لا مش معقول انا يبقى ليا ناس بتحب القناه وبتحب ان هي تشوف الفيديوهات وانا اخذلها يعني. من القنوات برضو اللي انا الناس اللي كانت بتسأل عليا الحقيقه وانا حبيتها سبحان الله برضو من غير ما اشوفها، قناتين برضو عزاز جدا عليا. قناه يوميات اسره اسوانيه. الحقيقة الأخت صاحبتها أنا اتعرفت عليها برضو من خلال اليوتيوب، كانت برضو دايما بتسأل عليا يعني وحابة القناة. وأنا الحقيقة لما دخلت على قناتها، حقيقة قناتها رائعة جدا، أنا استفدت منها كتير. خاصة إن هي بتقدم وصفات ليها علاقة بالصعيد وأسوان، وأنا بالنسبة لي الحاجات دي يعني جميلة جدا وتحفة جدا، وليها طريقتها وتكنيكها انا ما اعرفهاش اللي يعني الحقيقه الوصفات اللي هي بتقدمها، فهي بالنسبه لي يعني حاجه جميله جدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب ويكرمها. برضو اخت جميله برضو اتعرفت عليها، صاحبه قناه مطبخ الصحه والتوفير، ما شاء الله عليها، يعني برضو اخت احسبها على خير. جميله جدا، قناتها حلوه قوي فعلا، بتقدم لك افكار كلها توفير وكلها افكار جديده حقيقه بجد، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتها. هي يعني برضو من الناس اللي بتحفزني كتير.
والناس اللي بتحسسني ان القناه ليها فايده، يعني ان قناه اليوتيوب اللي هي قناه مدرسه تيوب ليها فايده واثرت في الناس، حتى لو كان عدد بسيط اللي اثر فيه الناس. انا حقيقه سعيده بالموضوع ده. انا كل اللي بتمناه من المشاهدين وكل اللي بتمناه من الناس اللي بتشوف القناه ان هي تحفزنا لقدام. يعني اهم حاجه في قناه، يعني على فكره يا جماعه برضو عشان ابقى صريحه معاكم، اليوتيوب لو في ناس بتقول احنا بنكسب من اليوتيوب وكده، الكلام ده صحيح، ولكن المكسب بتاع اليوتيوب بيكون يعني مكسب بسيط في الاول. يعني اليوتيوب مش هيبتدي يحقق نجاح الا لما يتعدى على الاقل نص مليون مشترك في القناه. طبعا انا لسه بعيد جدا جدا، وكل الناس المبتدئين اللي زيي يعني او اقل من نص مليون مشترك يعتبر مبتدئ يعني. فلسه بعيد قوي عن التارجت ده. احنا يعني انا بقدم القناه بحب، يعني بقدم الفيديوهات اللي فيها بحب بالاساس، لان انا مثلا خلال سنتين وصلت ل50,000 مشترك. فطبعا يعني لسه التارجت بعيد جدا، لسه الهدف بتاع 500,000 مشترك ده بعيد جدا، ولكن سبحان الله انا بحب القناه، بحب اقدم لكم معلومات تفيد غيري. الناس اللي بتكتب لي تعليقات ايجابيه بتحفزني كتير لقدام. انا كل اللي طالباه من مشاهدينا اللي هم استفادوا باي معلومه احنا قدمناها، ان هم يدعمونا باللايك والشير. الموضوع ده يمكن بالنسبه للمشاهد ما بيفرقش معاه كتير، ولكن بيفرق احنا كتير جدا. اليوتيوبرز بيفرق معاهم كتير قوي موضوع اللايك والشير ده يا جماعه. يعني هو ده اللي بيدفعنا للامام حقيقه. الاشتراك في القناه بيدفعنا جدا للامام، ان احنا نحس ان مشاهدات القناه عندنا في ازدياد مستمر، المشتركين في ازدياد مستمر. هي دي مكافئتنا الحقيقيه، يعني هي دي مكافئتنا الحقيقيه. لو انت مثلا كمشاهد شفت معلومه، المعلومه دي جات لك لحد بيتك ببلاش، انت ما تكلفتش اي حاجه خالص عشان تعرفها. فكل اللي احنا بنطلبه منك احنا مش عايزين منك اي مقابل مادي، احنا كل اللي احنا عايزينه منك هو مقابل معنوي دفع للامام بالاشتراك واللايك والشيرنج والكومنتات اللي بتسيبوها والاشتراك على صفحات الفيسبوك. هو دي مكافئتنا الحقيقيه اللي بتحسسنا ان احنا نكمل، علشان نوصل لان احنا اليوتيوب بالنسبه لنا يكون مجال او كارير نكمل فيه. انا اصلا كيميائيه، انا اصلا خريجه كليه العلوم. انا متزوجه وعندي 3 اولاد. ظروف ان انا زواجي ان انا ايه يعني، او اولادي ان انا ما اشتغلتش الحقيقه، وما كانش ينفع ان انا اوفق بين شغلي وبين البيت. طبعا في ناس ناجحه في الموضوع ده، لكن الحقيقه انا ما كنتش موفقه فيه يعني. فبالنسبه لي اليوتيوب هو تفريغ طاقه، ان الواحد يقدم حاجه تفيد الغير، وبيبقى هو بيعمل حاجه لنفسه بعيد عن الاولاد، بعيد عن مذاكرتهم ورعايتهم. وان كان ده حاجه مهمه جدا طبعا، وهي دي اولويتي في الحياه، ولكن ده بقى يعني اليوتيوب ده هو الكورنر بتاعي، يعني الجزء الخاص بيا اللي انا بعمله علشان احس بالذات يعني. ولكن طبعا انا مسؤوليه اولادي هي المسؤوليه الاولى، وربنا سبحانه وتعالى يبارك لي فيهم ويحفظهم لي من كل سوء، هم واولادكم واولاد كل الناس اللي بتتفرج علينا يا رب العالمين. ده كان بس ملخص سريع جدا عن انا مين وعايشه فين وايه قصه قناه اليوتيوب بتاعتي. وهتلاقوا برضو الناس اللي هي بتفكر ان هي تفتح قناه على اليوتيوب، هتلاقوا في قوائم التشغيل لما تدخلوا على القناه هتلاقوا في هنا هتلاقوا في حاجه اسمها اسرار اليوتيوب. تقدروا اللي حابب ان هو يفتح قناه يقدر يتعرف على معلومات حلوه قوي هتفيده عن القناه. بالمناسبه برضو في حد حابه برضو اقدم له رساله شكر، برضو حد ده ما يعرفنيش، مفيش تواصل بيني وبينه بشكل مباشر. هي استاذه حنان جمعه، انا ما اعرفهاش حقيقه بشكل شخصي. هي ليها قناه على اليوتيوب اكتر من قناه، ليها قناه اسمها مسوقاتي وليها قناه اسمها حنان جمعه. البنت دي هي صاحبه فضل عليا، ولا يمكن فضل الناس الا جاحد يعني. انا اتعلمت ازاي اعمل قناه على اليوتيوب من خلال قناتها مسوقاتي. اتعلمت ازاي اعمل قناه وانشئها، والحاجات اللي انا ما كنتش عارفه، يعني ما كنتش عارفه اي حاجه، كنت مجرد يوزر بس بستخدم اليوتيوب. لكن الحقيقه انا اتعلمت منها ازاي اعمل قناه على اليوتيوب، وطبعا هي كانت البدايه بالنسبه لي والانطلاقه بالنسبه لي، وابتديت بقى ان انا ادور بعد كده. ولكن هي صاحبه فضل عليا، واي حد علمني معلومه ايجابيه في اليوتيوب برضه هو صاحب فضل عليا. فدي رساله شكر وعرفان لكل حد استفدت منه. طبعا بشكر كل الناس اللي شاهدوا للقناه، كل حد عمل لنا لايك، كل حد كتب لنا كومنت.
بشكر الجميع على دعمهم، واتمنى ان شاء الله ان خلال الفتره الجايه ان احنا نوصل بقى ل 100,000 مشترك خلال فتره بسيطه، ما نستناش سنتين عشان نوصل 100,000 مشترك، او نجيب 50,000 مشترك كمان. اتمنى ان ده يكون في غضون شهور، وده مش شيء مش صعب يعني. لو كل حد شاهد القناه عمل الاشتراك في القناه، احنا هنوصل بكره او خلال مثلا اسبوع بالكتير، او نقول اسبوعين هنوصل ل 100,000 مشترك مرتاح يعني. فاتمنى من كل حد بيشاهد القناه يعمل اشتراك، وده بجد بجد بيفرق معانا جامد جدا، وبيدفعنا جدا للامام ان احنا نزود الانتاج ومزيد من الانتاج والعطاء. معلش انا اسفه ان انا طولت عليكم، بتمنى تكون الفيديو الفضفضه ده عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في المزيد. وقولوا لي بقى لو حبيتوا الفضفضه دي والكلام اللي احنا بنعمله مع بعض، اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا حبيتوا الحلقه، برضو لو ما حبيتوهاش اكتبوا لي. اشكركم جدا على حسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.